السلام عليكم متتبعين قناة أحمد من وهران. نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. وعلى بالي باللي غيبت عليكم، سمحوا لي الشيرات ميغا حكا، وجبت لكم واحد الوصفة شابة بزاف وعلى بالي باللي غادي تبغوها، خاصة هذيك العجينة، هذيك لاباط تاعها غادي تجيكم خفيفة وبنينة ومقرمشة، وخاصة راكم عارفين نرافقوها بهذيك لا كريم اللي تجي اخف منها وتجي بنينه، وما تعرفوا بلي نبغوها ما تجيش تقهم، تجي اروع ما يكون. نقول بسم الله وعلى بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتعرفوا على الوصفه وش فيها مقادير. عندنا 250 غرام كما شفتوا مارغرين سول، اللي هي نص رطل دهن، تكون بحراره المطبخ. نديروا معها كاس سكر غلاس، كاس اللي عندك عبري به ما يهمكش. نديروا القرصه تاع الملح، ونزيدوا لافاني بودر باليد، ولا تبغوا تخدموا بالباتور كيما تبغي خدمي نورمال. لموا هاد الدهان مع السكر، سكر غلاس مع لافاني، نخلطوهم مليح، ندخلوا داك السكر في الدهان، ومن بعدها نجيبوا 2 حبات تاع بيض. ما ديريش الصفار وحده ولا وتقلعي البياض، لا ديريها بها حبه كامله، 2 حبات بيض. علاه نديروا 2 حبات بيض في هاد لاباط؟ باش تقعد لك هذيك لاباط شاده، تقعد فيها القرماشه. لو كديري غير الصفار من بعد تقعد لك مقرمشه الاولى، مي تخليها شويه تاع وقت تولي لك طريه. احنا باغيين تحافظ على القرمشه تاعها. نديروا هنايا كاس الا ربع، نديروه تاع مايزينا. المايزينا هذه تعطيها خفه، تجي هذيك الحبه تاع التارتولات تجي خفيفه، ما تجيش هكا تحسيها ثقيله، ولا حبه هكا عندها ميزان ثقيل، ولا لا تجيك خفيفه. نديروا دروك الفرينه تاعنا. انا هنايا نديروا هنا حوالي غير هكا رشه تاع كيما شفتوني في الفيديو، غير رشه تاع فرفاره. ونلمو، درت كاس تاع فرينه الاول، شفتوا كيما درت الكاس تاع الفرينه. نزيد هذا الزاوج، نلمو العجينه تاني. هاد لاباط دات لي حوالي 4 كيسان تاع الفرينه، 4 كيسان معمرين، وحوالي هكا رشه باش لميت الحواف هكا تاع البول. درت الثالث كيما شفتوني، راني ندير في الرابع. الفرينه تكون نوعيه الجيده، تكون نوعيه شابه، باش تجيكم الحبه تاع التختولات تجيكم شابه وبنينه وخفيفه، كيما نقولوا حنا الفرينه تاع الكاطو. الكاس الرابع راني ندير فيه، نهود هذيك العجينه من يديا، ونكمل الكاس الرابع. ودرت حوالي هكا كما قلت لكم الرشه باش نلم الحواف. وكما تعرفوا هذه عجينه شغل صابلي، ما تعجنوها ما والو، غير تسيو كي تلموها وصاي. والان نديروها في ساشي تاع بلاستيك، ونخلوها في الثلاجه بلا ما خدمنا لا كريم تاعنا. نديروها في الثلاجة ترتاح من الأحسن حوالي ربع ساعة إلى نصف ساعة، وروحي نخدموا لاكريم تاعنا ونولو. كما وريت لكم القوام، ما يلق تكون كما هاد القوام طريه، تجيكم هاد لاباط طريه، ما تيبسوهاش وما تقصحوهاش. الان نروحوا نخدموا الكريمه تاعنا. عندنا هنايا 3 كيسان تاع حليب، وعندنا 3 مغارف تاع المايزينا. المايزينا كما تشوفوا المغرف كما تشوفوا شحال راهي رافده، 3 مغارف مايزينا. وعندنا هنايا القرصه تاع الملح، ونديروا 2 صفار تاع البيض، ونزيدوا مغرف تاع لافاني. كاين اللي تبغي ديرها في الاولى ولا ديرها في الثانيه، لا غلط. هنايا 3 مغارف سكر، ومن بعد نديروا لافاني 3 مغارف سكر. هنا الحلاوه تاعها تجي علامه، تجي متعادله، ما تجيش حلوه بزاف. كيما شفتوني درت المغرف الثانيه درتها لافاني، انا نبغي لافاني بزاف في هاد الكريمه. نحركوا هكا بالفوي باش ما ديرناش حبيبات، وندوها للنار. راكم تشوفوا فيها يعني طيبتها خرجت ثقيله. نزيدوا لها المغرف تاع الدهان ونخلطوا مليح، ندوبوا هذاك الدهان في لاكريم. والان نروحوا نديروها في زلافه ولا اللي عندكم، ونغطوها بالسيلوفان،
ولا اي بلاستيكه عندك، ونديروها في الفريجيدير باش تبرد. ونروحوا نجبدوا لاباط تاعنا. يلاق البلاستيك اللي نديروه يلاق يلامس هذيك الكريم باش ما ديرلناش واحد الجلفه هكا من الفوق، ونديروها تبرد. والان رحت جبدت لاباط تاعنا من الفريجيدير، راهي بردت. نخرجوها ونديروها في ليمول. كيما راكم تلاحظوا هادو ليمول جايين كبار ماشي صغار. كاينين ليمول اللي يكونوا صغار كيما تبغوا ديروا هذا الاختيار ليكم نتوما. انا عندي هادو ليمول راكم تشوفوا فيهم كبار صراحه، تاكلي منهم 2-3 هادو لي تارتولات ما تحسيش روحك كاع كليتي، جايين خفاف بزاف من كثرة البنه تاعهم. مام كي درتهم انا ماشي حلوين، ما يقهموش، ولا مام هذيك لا كريم تاعهم ماشي ثقيله اللي تقهم ولا لا. غادي نزيد لها الاضافات، هذيك لا كريم باتيسير غادي نزيد لها اضافات. مام هاد لاباط كي درت لها المايزينا ودرت لها داك البيض وكاع جات روعه بزاف. اللي تبغي لي تارتولات هاد الوصفه ديرها حفظ باش كي تتشهيهم ولا يجوا في خاطرك ولا تروحي للفيديو وتطبقيه، يخرجوا لك اروع ما يكون صراحه. خير من تاع المحلات، نقولها ونعاودها، خير من تاع المحلات. نولي للفيديو تاعنا. شوفوا راني سقمت الحبه تاعي، راني نظمتها. ما ديروهاش رقيقه بزاف وما ديروهاش غليظه بزاف، ديروها معين باش تجيكم الحبه تقعد قاعد بالشكل تاعها هذاك اللي درته. وديرها بالفرشيطه، تقبوها كيما هكذا باش ما تطلع لكمش في الكوشه. طيبوها على 180 درجه ولا 190 درجه على حسب الفور تاعكم. الا كان بارد ديروا 190، ولا كان عاد هذيك 180 درجه جا عندكم حاميه وقعد طيب لكم الكاطو، طيبوا. انا الفور تاعي درت له 190 درجه جاي بارد شويه. 190 درجه طيبتهم، ما شعلت عليهم لا والو، ما الفوق شعلت غير من التحت. انا الفرن تاعي جاي فونتيلي، طابوا لي حتى من الفوق، ما شعلت عليهم لا من الفوق لا حتى حماروا لي كاع، اقلعتهم. نروحوا هنايا للكريمه. مازال ما وريت لكمش الفيديو من خرجتهم، مازال دوك نوري لكم. نخدموا درتهم يطيبوا وراني وليت للكريمه تاعنا راهي بارده من الفريجيدير من الثلاجه. ندير معاها كاس شونتيي، وإلا عندكم اليايوت هذاك الفلان يديروا فلان احسن. انا كان عندي هنايا نص كاس تاع نص فنجال تاع الحليب، خاش درت فنجال شونتيي معمر ونص فنجال تاع الحليب. هذه هي، وضربتها بالباتور. هذه هي لا كريم، تجي خفيفه بزاف وتجي بنينه. انا ما نبغيش لا كريم اللي تجي يابسه بزاف، نبغيها كيما هكذا. هي من ديريها في الثلاجه تقدر روحها هذيك لا كريم تقدر روحها غايه. هاهما لي تارتولات راهم طابو خفاف، راكم تشوفوهم في يديا ما تحسيش الحبه ثقيله، تحسيها خفيفه ريشه هذه الحبه. لاباط راني غير انسيستي عليكم وراني نقول لكم بلي هذه لاباط اروع ما يكون، شابه بزاف. وراني صورتها معكم في البدايات تاوعي تاع مي كنت راهي في عامين ولا في البدايات تاوعي صورت معكم هذه العجينه. الفيديو ماشي طالع وما بان لكمش كاع، قلت نعاود لكم العجينه باش تستافدوا من هذه الوصفه وتبارطاجوها مع الاهل والاحباب والاصدقاء. عندي هنايا الفاكهه اللي تكون عندكم في الدار، كاع البقايا تاع الفاكهه اللي تكون عندكم في الدار ديروا لها كيما كانت عندي واحده الربيبه تاع العنب، وكان عندي واحد الحبه تاع البنان، وكتشوفوا فيها زوج حبات تاع عنب هكا خضرين. درت لهم غير شويه ليم هكا قرصه تاع ليم باش ما يكحلوليش. ومن بعد تنجم ديروا لهم ناباج، من ديروهم فوق الحبه ديروا لهم ناباج، ولا يكون عندك كونفيتير ولا عسليهم من الفوق هكا باش ما يكحلولكش. ونجيبوا هذيك لا كريم درتها في لابوش وخدميها كيما هكذا. نحطوا كاع هذيك لا كريم بلا بوش ونزينوها بالفاكهه من الفوق. الفاكهه كما قلت لكم في الاولى اللي عندكم، لا عندكم هذوك الاناناس ولا عندكم الخوخ هذاك المعلب ولا بعويد ولا مهم اي فاكهه تكون عندكم صراحه تجي مع هاد لي طارتولات يعطوهم بالنافور. وكاينه اللي دير البنان من التحت، انا ما كاش عندي كميه كبيره من البنان، لو كان درتها تحت لا كريم باش ما هكا ما يكحلكش وهكا مام يعطيك بنه شابه في هاد لي طارتولات. ولا عندكم تاني مكسرات تاني ديروهم الفوق. المهم التزيين يبقى لكم اختياري، نتوما تزينوا كما تبغوا. وهذا هو الشكل الاخير تاع الحبه تاعنا. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجوا الوصفه وديروا تكثروا لي جيم، واللي ماهيش مشتركه في قناتي تروح تشترك. ونقول لكم ادعموا قناتي، قناه احمد من وهران.
اللي راهم يتبعوني في مواد التنظيف، على بالي بلي مانيش ناسيتكم، راني كل خطره نقول لكم بلي مانيش ناسيتكم. غادي ندير لكم ان شاء الله، ننزل لكم فيديوهات من القدام ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. ننزل لكم فيديوهات وين المحلات اللي يبيعوا فيها المواد التنظيف، ومانيش ناسيتكم، راني نبلغ فيكم بلي مانيش ناسيتكم. والفيديو اللي يتبعوني على هذا الطبخ وعلى التحليات وكاع، نقول لكم بلي تابعوني ودعموا قناتي. وهذا هو الشكل الأخير للفيديو تاع اليوم. مع السلامة وإلى اللقاء.